السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الصف الخامس، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر حاجة تتكلم عن الكسور مع اخر درس عندنا هو مسائل كلامية على القسمة. النهارده يا شباب هنتكلم ونفهم ازاي نقسم. فمسألة مثلا زي اللي قدامي ديت بيقول لي تريد معلمة ان تعطي 1/8 علبة من اقلام الرصاص لكل تلميذ، وتملك المعلمة 5 علب من الأقلام. ما عدد التلاميذ الذي ستعطيهم المعلمة أقلام الرصاص؟ دلوقتي يا شباب أنا معلم وعاوز أقسم 5 علب، بحيث إن كل واحد في الطلاب اللي أنا هقسم عليهم ياخد طمن العلبة، ياخد طمن الإيه؟ العلبة. فأنا دلوقتي عاوز أقسم إيه على إيه؟ لازم الأول تحدد هدفك، أنت هتقسم الطمن ولا هتقسم الخمسة؟ لا يا مستر، هقسم الخمسة، هقسم ال5 علب. فبكده يا شباب يبقى التعبير العددي اللي عندي أنا هستخدم 5 على طمن، 5 على إيه؟ طمن. يعني هقول له التعبير اللي عندي 5 على طمن. طيب قيمته، عاوزين نعرف قيمته. فاكرين الثلاث جمل او الثلاث كلمات اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت؟ ثبت، اعكس، اقلب. يبقى انا هثبت 5 وهعكس العلى هخليها فيه، والواحد على 8 هخليها 8 على الواحد، فهتبقى 8. و5 في 8 ب 40. يبقى هي كده هتقسم العلب اللي معاها على 40 تلميذ، على 40 تلميذ. صعب الكلام يا شباب؟ سهل جدا يا مستر. يبقى اول حاجه تحدد هدفك. يعني ايه احدد هدفي؟ يعني اشوف انا هقسم ايه. طيب واحده زي اللي جايه، بص ركز بقى. بيقول لك ازال كل من عفاف وعادل الحشائش من سدس مساحه الحديقه، واذا قسم مهمه ازاله الحشائش بالتساوي. يعني هما اتنين عاوزين يشيلوا سدس ايه؟ مساحه من الحديقه كلها. حددوا سدس الحديقه وقال لك انا وانت هنقسمهم علينا الشغل اللي فيها. قال له ماشي. طيب يبقى انا كده اجمالي مساحه الحشائش التي ازالتها عفاف من الحديقه، يعني انا هشيل قد ايه وعادل هيشيل قد ايه؟ والله يا مستر اول حاجه انا كده عاوز اقسم سدس مساحه الايه؟ الحديقه دي عليا انا وايه؟ وهو. يبقى انا كده هقسم السدس على 2، يعني سدس على 2. طيب قيمته هتبقى ثبت، اعكس، اقلب 2 على الواحد، فهتبقى 1 على الاتنين، وبسط في بسط ومقام في مقام. وبكده يا شباب يبقى انا او اجمالي المساحه اللي عفاف هتشيلها واللي عادل هيشيلها، كل واحد هيشيل 1 على ال 12. 1 على ايه؟ على ال 12. جميل قوي. تعالوا نخش على اللي بعده. بيقول لك تحتوي علبة الحليب المجفف على 15 حصة من الحليب، وتبلغ كتلة علبة الحليب المجفف نص كيلو، فما كتلة كل حصة من الحليب المجفف؟ يعني أنا يا شباب دلوقتي عندي العلبة الواحدة أو علبة الحليب المجفف بتتقسم على 15 حصة، والعلبة الواحدة بنص كيلو. يعني النص هقسمه، أنا عاوز أعرف كتلة كل حصة، يبقى أنا كده النص هقسمه على مين؟ هقسمه على ال 15. يبقى النص كيلو هقسمه على 15. طيب تعال نشوف. ثبت، اعكس، اقلب، بسط في بسط، مقام في مقام. 2 في 15 ب 30. يبقى كده يا شباب كل كتلة منهم بتساوي 1 على 30. 1 على ايه؟ على ال 30 كيلو جرام. صعب الكلام؟ طيب رقم 4 بيقول لك تطعم داليا قطتها 5 كيلو جرام من طعام القطط. ما عدد الأيام التي تستغرقها القطة لتناول 4 كيلو جرامات؟ يعني أنا عاوز أقسم ال4 كيلو على الخمس، بحيث أشوف كام يوم هيكفيني كام يوم. يعني أنا كده هقسم 4 على الخمس، يبقى كده قيمته إيه؟ ثبت، اعكس، اقلب. 1 على 5 هتبقى 5 على الواحد، فهتبقى ب5. 4 في 5 ب20 يوم. يبقى كده الطعام هيكفيها قد إيه؟ 20 يوم. طيب رقم 5
بيقول لك مع عادل 5 قطع من الحلوى يريد تقسيمها على عدد من اصدقائه. بص دي مباشره، انا عاوز اقسم الخمس قطع، يعني 5 على، مش محتاجه تفكير. طب هفكر في ايه؟ قال لك اذا كان نصيب كل واحد نص قطعه، يعني انا عاوز اقسم الخمسه على النص، فثبت، اعكس، اقلب واحد على الاتنين هتبقى 2 على الواحد يعني باتنين، وخمسة في 2 ب10، يبقى كده هو هيقسمه على 10 ايه؟ اصدقاء. كده يا شباب يبقى احنا عرفنا ايه هو مسائل كلامية على القسم، وعرفنا من المرة اللي فاتت ان المسائل الكلامية لازم تحدد هدفك. يعني ايه احدد هدفي؟ يعني تقرأ المسألة مرة واثنين وثلاثة وتعرف انت عاوز تعمل ايه، تضرب ولا تقسم ولا تجمع ولا تطرح. دلوقتي بقى موعدنا ان شاء الله نحل الامتحان على الوحدة كاملة. تعالى يلا بينا. يلا بينا يا شباب نحل امتحان على الوحدة التاسعة كاملة. يلا بينا. بيقول لي أول سؤال، بيقول لي هنا عدد كسري في عدد كسري، 2 و1 على 2 في 1 و3 على 5. احنا اتفقنا يا شباب ان انا هضرب تحت واجمع فوق واحول الاثنين لكسر غير فعلي، بمعنى اصح علشان اضرب. اضرب تحت واجمع فوق، فانا هضرب 2 في 2 ب4 و1 5 على الاثنين، هضربه في 1 في 5 زائد 3 يعني 8 على الخمسة، وابدا اضرب 5 في 8 ب 40 و2 في 5 ب 10. طبعا الصفر هيروح مع الصفر و4 على الواحد ب4، يبقى كده الاجابه بتاعتي 4. طيب يلا بينا يا شباب على سؤال رقم 2. طبعا انا ملاحظ ان هنا في 4 و4 بسط ومقام، فاشيلهم مع بعض، فهيساوي 7 على الثمانية. طيب 5 على الثمانية ولا 7 على الثمانية؟ طبعا 7 على الثمانية. طيب فاكرين يا شباب واحنا بنقسم قال لك اذا كان 8 على ايه بتساوي 40، قلت لك لما تيجي تقسم ويطلع لك خارج القسم اكبر يبقى اكيد قسمت على كسر. قسمت على ايه؟ كسر. طب هي 8 في كام ب 40؟ 8 في 5، يبقى الايه ديت بواحد على 5. بواحد على ايه؟ 5، يبقى الايه بواحد على 5. طيب رقم 4 قال لك إذا كان قاعدة النمط هي الضرب في 3 على 7 والمدخل 2، يعني أنا عاوز أضرب 2 في 3 على 7. طبعا أنا بضرب البسط في البسط، 2 في 3 ب6 على السبعة، دوت كسر طبعا فعلي، يبقى كده هختار على طول 6 على السبعة. طيب يا شباب بيقول لي هنا خمس في 3 و1 على 2، 3 و1 على 2، يعني هو حول الحته ديت لكسر غير فاعل. ضربت تحت واجمع فوق، 3 في 2 ب 6 و1 7 على الاثنين، فهتبقى 1 على 5 في 7 على 2. رقم 6 بيقول لك المسألة التي تعبر عن تقسيم عبوتان من العصير على 4 أطفال، يعني أنا عاوز أقسم عبوتين على 4 يعني 2 على 4. طب ما تيجوا كده على جنب نشوفها هتتكتب ازاي في صورة كسر. 2 على 4 في أبسط صورة، على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين. رقم 7 طبعا هو هنا استخدم هنا خاصية اسمها خاصية التوزيع. فاكرين يا شباب؟ ضرب مرة الخمسة في 2 على 3 ومرة الواحد على الاتنين في 2 على 3، يعني مكان النقط هيبقى 1 على الاتنين. طب افرض يا شباب ان انا ما لقيتش في الاختيارات 1 على الاتنين، لقيت مثلا حاجة زي اللي فوق دي 2 على 4، فهل دي غلط؟ لا برضه، بس هو كاتبها لك في صورة كسر مكافئ. في صورة كسر ايه؟ مكافئ. طيب رقم 8 بيقول لي نص على 3. طبعا احنا متفقين ان هي ثبت، اعكس، اقلب، بسط في بسط، 1 في 1 2 في 3 ب6، يبقى 1 على ال6. طيب رقم 9 انا هحول ديت، اضرب تحت واجمع فوق، 3 في 7 ب 21 و1 22 على السبعة. طبعا السبعة هتروح مع السبعة فيتفضل لي 22 على التسعة. ايه اقرب حاجة ممكن تتقسم على التسعة؟ والله يا مستر 9 في 2 ب 18، يبقى كده 2 واطرح من هنا 18، بعد ال 18 19
20 21 22 يعني 4 على التسعة، يعني 2 و4 على التسعة. وبكده يا شباب يبقى احنا افتكرنا سريعا، حلينا 9 أمثلة اختيارات ازاي نضرب وازاي نقسم وازاي نحول كسر فعلي لكسر غير فعلي والعكس. وبكده يا شباب احنا وصلنا لنهاية وحدتنا، الوحدة التاسعة. ونبدأ إن شاء الله من المرة الجاية هنتكلم على حاجة مهمة جدا وتأسيس مهم جدا في الهندسة. تابعنا إن شاء الله علشان يوصل لك كل جديد، وأشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.